السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الواحد مش قادر يتكلم، قلبه بينزف على اللي بيحصل في أهلنا في فلسطين، والعالم كله واقف بيتفرج. بس هنعمل ايه؟ ما باليد حيلة، وربنا معاهم ان شاء الله. النهاردة بداية الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز. كان في مباراتين. المباراة الأولى كان بيراميدز والمصري، كانت مباراة جميلة جدا. قدر بيراميدز يحرز هدف في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب الأفريقي مايولي بعد عرضية ولا أروع من الشيبي. ثم هدف تاني مع بداية الشوط التاني عن طريق السافل مصطفى فتحي. ثم يفوق المصري في الدقيقة 82 ويقدر يحرز هدف عن طريق محمد الشامي. ثم هدف ثالث لبيراميدز عن طريق مانيولي برضو في الدقيقة 86 3-1 عشان ينهي المباراة. لكن المصري بيرد بهدف للاعب الجزائري جناوي. بس احنا قلنا مرارا وتكرارا ان بيراميدز بقت بصراحة فرقة كبيرة، بتقدر تحسم مباريات لصالحها في اي وقت، وماشية بخطى ثابتة. يقدروا يمتصوا اندفاع النادي المصري بعد الهدف الثاني لما النتيجة قربت، وكان فاضل حوالي 4 دقايق غير الوقت البدل الضايع. يعني لو قلنا 10 دقايق، وما قدروش يعادلوا النتيجة عشان بيراميدز ياخد 3 نقاط مهمة جدا. ثم المباراة الغريبة بالنسبة لنادي الزمالك وإنبي. الشوط الأولاني فرصة لنادي الزمالك عن طريق شيكا، ثم فرصة في بداية الشوط الأولاني، ثم فرصة لإنبي، ثم هدف لإنبي عن طريق زياد كمال في الدقيقة 23 من تسديدة جميلة يتقدم إنبي بالهدف الأول. حتى تعادل الزمالك جه بضربة جزاء. يعني الزمالك شتان المباراة دي من المباراة اللي فاتت، أداء غريب. يعني النادي الزمالك يعني مواقف بايخة مع جماهيره وبيعمل. احنا مش بنقول، يمكن انا من الناس المعدودة على صابع اليد الواحدة اللي مع بداية الموسم قلت يا جماعة الزمالك، علشان نبقى عارفين الزمالك السنة دي مش هينافس على بطولة. الزمالك يعني ايه، هتلاقيه في الثالث في الرابع كده، لان هو ما ضافش حد، وهم اللي كانوا موجودين الموسم اللي فات وكان باين اداؤه الموسم اللي فات. يمكن برضو الجمهور في ظهرهم، الجمهور في ظهر الناس، في ظهر اللعيبه، بيحفز اللعيبه مع كام لعيب كويسين عندهم فروق بيقدروا يخلصوا مباريات. هو ده اللي بيخلي الزمالك يكسب. عمل ماتش عالي قدام سموحه، انما الزمالك مش هيقدر ياخد بطوله السنه دي. قدر يتعادل بضربه جزاء. الشوط الثاني فرصه مؤكده عن طريق كابو، ثم هدف عن طريق اوفا في الدقيقه 68. وما يقدرش الزمالك يرجع للمباراه، حاول بشتى الطرق ما قدرش يرجع للمباراه علشان يعكنن على جماهيره كان معتاد، وهو ده نادي الزمالك. ماتشين 3 ويعكنن على جماهيره، ماتشين ويعكنن على جماهيره، يعمل ماتش جامد قوي ويعكنن على جماهيره. يعني عمل سموحه والبنك كويس قوي، عكنن على جماهيره في انبي.
فيا جماعه بالنسبه لجماهير الزمالك ما تستنوش من الزمالك بطوله. الزمالك يعد للموسم الجديد، ولا في الامكان افضل من مكان. مش هيعملوا افضل من اللي عملوه السنه اللي فاتت. هم برضه هيفنشوا تالت رابع، ده لو فنشوا تالت رابع، لان في فرق قويه كتير السنه دي، في بيراميدز، في فيوتشر، في المصري، في فرق قويه كتير. ونتمنى التوفيق للنادي الزمالك ان شاء الله في اللي جاي.